مساء الفل. انا قلت اجرب تاني علشان اول مره اكيد في حاجه غلط حصلت، فقلت اجرب تاني. عاملين ايه؟ وحشتوني 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 وحشتوني. ايه الاخبار؟ بتعملوا ايه؟ قلت اجرب من تليفون تاني، اول مره كان في حاجه غلط. بصوا بقى، بمناسبه عيد ميلادي عامله لكم مفاجاه. ناخد نفس ونبتدي من جديد، ونبتدي مع بعض كده. ان شاء الله خير، وان شاء الله اللي جاي حلو، وان شاء الله اللي جاي خير، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويرضينا كلنا. وطبعا انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه. آه، زهقانين. بصي بقى، انا عيد ميلادي بكره، تمام؟ فبمناسبه عيد ميلادي انا هقدم لكم هدايا، اقسم بالله ببلاش من غير ولا مليم، عشان تعرفوا انا بحبكم قد ايه. ماشي يا جن؟ ايه رايكم بقى؟ بمناسبه عيد ميلادي انا عامله لكم هدايا من غير ولا مليم، ولا مليم. بصوا، انا مش عارفه اول عيد ميلاد ليا من غير اول ما الساعه تيجي 12 بابا هيبعت لي يقول لي كل سنه وانت طيبه. لا، انا اول ما الساعه تيجي 12 انا هدعي له هقرا له القران ينزل على قبره نور ورحمه، يا رب يتقبل مني. فبمناسبه ان النهارده اول يوم ليا في سنه جديده بابا مش معايا فيها، ومفيش اي حد ولا اي حاجه في الدنيا هتعوضه. انا ان شاء الله هبتدي كده من اول وجديد وهقف على رجلي. وانا صليت امبارح الفجر حاضر كده ونمت نفسي راضيه، وصحيه النهارده كده واخده قرارات جديده ان شاء الله ربنا يعيني ويقدرني واعملها. فاول حاجه في القرارات دي ان انا طالعه لكم اديلكم هدايا، اقسم بالله. انا ما فيش اي شروط، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي حاجه في اي حاجه. انا طالعه اديلكم هدايا. ايه الهدايا؟ بمنتهى البساطه، انتوا عارفين طبعا انتوا عارفين الفتره اللي فاتت دي كلها موقفه شغل وموقفه كل حاجه في اي حاجه. بس فلامينجو مش شغل، فلامينجو ده اسلوب حياه. فلامينجو اسلوب حياه مش شغل، دي ايدي في المطبخ. طبعا انتوا عارفين انا دلوقتي سنتين كل اجازتي فلامينجو، يعني كل حاجه فلامينجو. فانا طلبت منهم، انا كلمتهم وقلت لهم بما اني راجعه للشغل، قالوا لي شيف ساره عيننا ليكي عايزين ايه؟ هم منزلين كبه جديده خطيره، قلت لهم انا عايزه 10 كبات هديه. قالوا لي عيننا ليكي بس هتعملي ايه بال10 كبات؟ قلت لهم دي بتاعتي بقى، بس انا طالبه منكم كفلامينجو 10 كبات يجوا لي على البيت اهم. تعالوا اوريهم لكم. تعالوا 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 تعالوا، ما تتكسفوش. تعالوا بيت اختكم، بيت اختكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبه عيد ميلادي يا بنات، بمناسبه عيد ميلاد ساره، اهو بسم الله الرحمن الرحيم. 10 كبات، ثواني بقى، 10 كبات بالتمام والكمال. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا عارفين هنا الصالون هنا الدنيا فيه ايه؟ الاضاءه فيه مش افضل حاجه، فتعاملوا معايا بقى، بيت اختكم. ف فلامينجو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 كبات بالتمام والكمال. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقول لكم تعملوا ايه. مجانا، ولا حتى مصاريف شحن هتجيلكم ولا اي حاجه. طبعا فلامينجو غنيه عن التعريف، انا معاهم بقالي سنتين. احسن كبه، احسن هاند بلندر. بوعدكم ان شاء الله ان شاء الله بخلاط خطير، اير فراير، عجان. العجان انا مبهدلاه شغل وخطير. فال10 هدايا دول والله العظيم ببلاش. الكبه الجديده، الاصدار الجديد ببلاش. هم عاملين مهرجان الكبات ما شاء الله، منزلين شويه كبات. انا في كبه جات لي لسه ما قلتلكوش عليها، بس جانا مبهدلاها جوه مرمطتها اصلا. فدي كبه 4 لتر، 3 بصوا 6 شفرات، وفيها 3 حاجات. هفتح لكم واحده واحنا بنتكلم عنها. 900 واط و4 لتر هديه لخاطر عيونكم. طبعا نعمل ايه يا ساره؟ هقول لكم هختار منكم ازاي. طيب
المسابقه دي لو نجحت بامرك يا رب، بامرك يا رب هطلب من الشركه نعملها شهريا. طبعا في كاتل وفي حاجات كتيره ارخص، بس انا بدات بالكبات، فالبادجت بتاعي كان 10 كبات. تمام. فلو نجحت المسابقه دي، هي مش مسابقه، لو نجحت يعني هو يعني تنجح ازاي؟ انتوا هتخشوا بس دلوقتي على البوست بتاعهم، هوريكم. هتخشوا دلوقتي على فلامينجو البيج بتاعتهم، وكل اللي هتعملوه لايك للبيج ولايك للكومنت ده، وتقولي انا عايزه اكسب الكبه، وتعملي منشن لاصحابك. اوريكي اهو، ولا اي حاجه، مش مطلوب منك اي حاجه تاني. اهو حالا اللينك هينزل لكم في الكومنتات، البنات عندي هينزلوه في الكومنتات، فهتخشوا على بيج فلامينجو دي، طبعا كلكم عارفينها. مين اللي فوق دي؟ ساره. بصي بقى، هتخشي كده هتلاقي على طول هنا مهرجان الكبات من فلامينجو لكل ست بيت مصريه. فلامينجو وفرت ليكي اكتر من كبه لراحتك في مطبخك. استنوا الشيف ساره ايه ده في اللايف القادم للاعلان عن سحب جوائز فلامينجو. فلامينجو وفرت اكتر من كبه في مهرجان فلامينجو للكبات، وفلامينجو اصل الكبات. شايفين احنا الكبه بتاعتنا اللي هتجيلك هديه اللي معايا دي، اللي عندي في البيت دي، هنعمل لايك وهنعمل كومنت. الكومنت ده هنعمل فيه ايه؟ منشن اهو. يعني انا مثلا هعمل منشن لمامتي، انتوا شايفين يا بنات؟ يلا نعمل منشن اهو اهو. اعمل منشن لمامتي، مامتي 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 اهو. فين المنشن؟ ممكن تعملي بقى منشن بقى لمين؟ اهو مامتك بقى، اختك. بصي انا هعمل داليا سمير. فين داليا؟ انت بقى اعملي بقى داليا، هيطلع لك بقى. انا عشان البيج دي كبيره فطالع لي البيجات الكبيره. انت بقى هتعملي ايه؟ منشن بقى، اعملي منشن واعملي شير للبوست ده. وان شاء الله يوم الجمعه بعد الصلاه هطلع معاكم زي دلوقتي كده بعد الصلاه على طول، وهنختار 10 جايزين. فاكرين في رمضان؟ طبعا انا ما كملتش معاكم المسابقه، وكانت من انجح المسابقات ما شاء الله. فهنعمل كده ونقول الفايز، نعمل كده ونقول الفايز، نعمل كده ونقول الفايز. طيب انا بجد فخوره بالبراند ده. البراند ده بجد خطير. انتوا عارفين انا في التوقيت ده مش هطلع اتكلم عن اي حاجه، بس بجد البراند خطير وحلو قوي، وانا فرحانه ان انا طالعه لكم بجوائز. الكبه 900 واط 4 لتر زي ما انتم شايفين كده، خطيره حرفيا ما شاء الله ولا قوه الا بالله. فانا كنت حابه بدايه رجوعي للشغل يكون هدايا ليكم. انا كنت حابه، وكنت حابه طبعا ناس كتير عرضت عليا الموضوع ده، بس انا كنت حابه الهديه تبقى قيمه. كبه كده تبقى ايديكي ورجلك في المطبخ، كل ما تيجي تفرمي بصل تفتكريني، تفرمي لحمه تفتكريني. بص انا عايزه اقول لك ان الكبه دي كمان معاها شويه حاجات. بقول لكم ايه، هنفتح واحده نتفرج عليها مع بعض. يلا يلا يلا، ان شاء الله ما حد حاوش، يلا نفتح نتفرج عليها مع بعض. وهوريكم بتاعتي اللي انا الثانيه اللي انا عندي جوه 3 لتر بس شكل تاني غير دي، هوريها لكم برده. بصوا بقى ما شاء الله ولا قوه الا بالله. معاكي طبعا ضمان سنتين، مش معنى ان انت واخداها هديه لو حاجه الضمان سنتين. وما شاء الله عندهم فروع الصيانه في جميع المحافظات، اللهم بارك يعني. طبعا انا فرحانه ان انا بجد بقدم لكم الهدايا دي. طبعا انتوا عارفين ده تقشير التوم، منت بتحطي التومه بيخليها لك تتقشر على طول، انتوا عارفين طبعا ده. ودي معايا اهو الراس بتاعتها شيك وعصريه، فلامينجو حبايب قلبي دول. بصوا بقى، اقسم بربي انا بحب البراند ده لانهم بجد ناس محترمه جدا، ناس عارفه ربنا، ناس محترمه. فبجد ثواني ضفري اتكسر، مش مهم، كل شويه ضفري يتكسر. رجعت بقى اشتغل تاني، ضفري رجعت تتكسر تاني. بسم الله. وبصي الشياكه بقى، يعني معلش يعني ساره لما تيجي تقول هديه تقول هديه مبدئيا كده. ده خطير للكريم شانتيه. والله كبه بتعمل كريم شانتيه. ده حطي بودره الكريم شانتيه اللهم صلي عليك يا نبي، واللبن او الحليب وتفرجي. طب بيعمل ايه كمان يا ساره؟ اقول لك بعمل فيه كريب، اقول لك بعمل فيه البانكيك، اقول لك بعمل فيه الكيكه. بيعمل كل حاجه، مش هتصدقيني الا لما تجربي. ودي اسباتيولا صغيره اهي والله، بصي
ومعايا بقى الكبه ستانلس زي ما حضرتك شايفه، 6 شفرات، 6 شفرات والله زي ما حضرتك شايفه كده. ومعانا الضمان بتاعها وستيل. معلش يا جماعه بس بصوا معايا، يعني ايه ستيل يا ساره؟ يعني ضد الكسر، تقع منك كده تقع منك كده. ومن هنا طبعا ما شاء الله عليها بلاستيك. جنى الصوت لو سمحتي، يعني تجي تشوفي من جوه الحاجه وبرده تبقى ضد الكسر. شايفين ما شاء الله. ومعاها من هنا بقى كده السكوتش ده او الجلده دي علشان اللي جواها وانت شغاله ما يطلعش وتبقى سهله معاكي في التنظيف. وفي حاجه فلامينجو مش موجوده في حاجه ثانيه هوريها لك برده. وكمان معاها حاجه حلوه قوي، الجلده اللي تحت دي عشان تركبيها فتبقى ثابته معاكي في الشغل. فبجد يعني انا مبسوطه ان انا بقدمها لكم هديه بجد. طبعا قدامكم انا شغاله بيها بس بالاصدار القديم بقالي 2 سنين، دي بقى الاصدار الجديد. فاللهم بارك. فلامينجو 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 خطيره. بصوا بقى اوريكم حاجه مش موجوده الا فلامينجو. عارفين الترس ده هنا معدن، يعني مش بلاستيك فيسيح ويبوظ، لا حضرتك بصي معدن. اشتغلي بقى بدرجه الحراره اللي انت عايزاها. سرعه 2. ايه رايك بقى؟ هديه. الجمال ده كله اللهم بارك. انا هقفلها بقى لما اخلص معاكم. هديه. فادخلوا دلوقتي حالا على البوست، اعملوا لايك ومنشن وشير، لايك ومنشن وشير للبوست ولايك للبيج بتاعتهم. وهم لما يشوفوا قد ايه اللايكات بتاعتنا كتير هيكرروا المسابقه دي كل شهر. ولما نكرر المسابقه دي كل شهر هكسب كل حبايبي. ولما يلاقوا ان ساره ما شاء الله الناس عندها بتعمل لايكات خطيره، بدل المسابقه اللي جايه ما يبقوا 10 هنخليها 20، هنخليها 30. انتوا شفتوا ان هم في رمضان قدموا 100 هديه وكلامهم كان صادق. ولو الكلام ده مش صادق انا مش هطلع بيه. انتوا عارفين الكلام ده كويس. لو مش صادق 100% انا مش هطلع بيه. ادي الكبه الخطيره بتاعتنا ما شاء الله 900 واط 4 لتر فلامينجو. ايه رايكم؟ ما شاء الله ولا قوه الا بالله. فاقعد معاكم بقى ندردش شويه. ادخلوا بقى و اهم. طب يا ساره هنكسب ازاي؟ هدخل انا معاكم برده في اللايف يوم الجمعه بعد الصلاه على طول. هدخل بنفسي معاكم يا حبايبي وهنطلع ال10 الفايزين بنفسي، هطلعهم بنفسي. طبعا اللايف ده غير مدفوع الاجر، انا مش واخده مليم. انا اجري اخدته في هدايا ليكم. يعني انا اللايف ده مش واخده منه ولا مليم. انا مش عايزه حاجه، انا اجري انا اخدته ان الهدايا دي تبقى ليكم وان انتوا تبقوا مبسوطين. انا مش عايزه حاجه اكتر من كده. شفتوا بقى في عيد ميلادي، انا في عيد ميلادي بقى عملت ايه؟ طلعت لكم انتوا هدايا. دعوه بس ان ربنا يجعلها سنه الجبر. والله العظيم والله العظيم انا بجد مش عايزه اي حاجه غير اني ارجع ساره تاني. انا عايزه اضحك، عايزه انبسط، عايزه صحتي ترجع تاني، مش عايزه اي حاجه تاني. الصحه والستر وراحه البال، اقسم بربي انا ما عايزه غير الصحه والستر وراحه البال. دعوه يا رب يا ساره يرد لك صحتك وعافيتك، ارجع كده تاني زي زمان وافوق، لان انا مش عارفه افوق، مش عارفه افوق. فادعوا لي بقى، بس انا بحاول اهو معاكم. يلا بقى نشرب القهوه مع بعض. ولو فلامينجو بقى عاملين مهرجانات الكبات فالمهرجان عندنا ومحدش قدنا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نقعد هنا شويه، نقعد سويا ندردش سويا واحكوا لي بقى عملتوا اكل ايه النهارده. انا حاسه بالذنب قوي تجاه البت جنجون بجد. النهارده بعت لي التيشر بتاعتها قلت لها انا اسفه بجد. البنت بقالها كتير معانا وقاسر كمان. الفتره اللي فاتت كلها المدارس، ما اقول لكم ايه، الدنيا عندي بايظه. هيثم عمال يقول لي فوقي بقى الدنيا بايظه. وحشتوني. الام هي عمود البيت اقسم بالله. بلاش عشان خاطري خسيتي يا ساره، اتطفيتي يا ساره، دبلتي يا ساره، عشان خاطري بلاش الكلام ده. خسيتي قوي يا ساره ودبلتي قوي يا ساره وشكلك اتغير خالص يا ساره، عشان خاطري بلاش. اللي بيحبني من قلبه بلاش. عارفه والله عارفه ان انا مش لسه ما رجعتش زي الاول، واحده واحده. واول مره احس ان انا اغمقيت، ايدي ووشي غمقوا، مش عارفه في ايه.
ايه رايكم في الاسدال ده؟ فين الكومنتات بقى يلا؟ اماكن لبيع المنتجات فلامينجو ما شاء الله يا جماعه، هم موجودين في ستورز كبيره جدا وموجودين في اماكن كتيره جدا. يعني مثلا تصدقوا انا عايزه اقول لكم على اماكن وجودهم. يعني بصي، هو مش عندهم ستور لفلامينجو، هم عندهم ستور كبير في ابو النمرس اللي انا صورت لكم فيه السنه اللي فاتت لتجار الجمله. لكن بقى هقول لكم حاجه، هم فلامينجو بيعملوا ايه؟ هم ما شاء الله مصنع كبير جدا، هم مجموعه مصانع كبيره جدا هي اللي بتنتج هواليكو. انا مش عارفه الكلام ده المفروض اقوله ولا غلط ان انا اقوله، بس هقول لكم. مثلا يعني المصنع هو اللي بيطلع نفس الكبه دي بس المكان تاني، وبدل اسم فلامينجو اسم تاني، فبتبقى برقم كبير شويه. ففلامينجو قال طب ما انا ايه، اعمل انا، هو اصلا المصنع، فبالتالي سعره نفس الكبه دي تلاقيها براند تاني برقم كبير، لكن هو الرقم بتاعه اقل. ليه؟ لان هي بتاعته، فاهماني؟ انا بقول مثلا، مش بتكلم على براند تاني معين. ففلامينجو هم ما شاء الله المصنع الام، الصيانه بتاعتهم والمصنع بتاعتهم وقطع الغيار كل حاجه متوفره. فبجد انا البراند ده مريح معايا قوي. تيجي واحده تقول لي طب يا ساره في براندات تانية مستورده احسن بكتير، خلاص اوكي، بس هي بتتكلمي في 4-5 اضعاف. فين صيانتها؟ انا بتكلم ان البراند ده خطير كسعر مقابل قيمه، وكخدمه ما بعد البيع. ده اللي انا بتكلم فيه. بصي الستيل الاصلي حاجه كويسه وبجد قويه. الكاتل عندي انا ما شاء الله داخله في 3 سنين الكاتل، ما شاء الله، الله اكبر. انا جبت كميه كاتلات ومن بره مصر وانتوا عارفين، لا الكاتل بتاعهم فعلا في كل بيت. فلا ما شاء الله. جنى مش هتسمعني والله، انا اصلا مش قادره انادي. فهم هتلاقيهم في ستور تانية. يعني مثلا مكان بيبيع حاجات كتير هتلاقي موجود فيه فلامينجو، مكان بيبيع حاجات كتير هتلاقي موجود فيه فلامينجو، فاهماني؟ وتقدري بقى تتواصلي على الصفحه بتاعتهم وتلاقي بقى انتوا كل حاجتي، مضرب البيت بتاعي من عندهم، العجان من عندهم، الاير فراير من عندهم، الهاند بلندر من عندهم، كل حاجه بجيبها يعني هدايا عيد الام دايما بجيبها من عندهم، وكنت جايباها على فكره قبل. سبحانك يا رب. عارفين يا بنات، قول لي جانا اعملي لماما قهوه عشان القهوه دي بردت يا ياسر. انا مش عايزه قهوه بارده. عارفين الست عامله زي القهوه. انا شايفه كده ان الست فينا عامله زي القهوه، لما بتبرد كده ما بيبقاش لها طعم. مش عارفه. فالقهوه لما بتبرد بيبقى ملهاش طعم، زي المشاعر. ادخلوا بقى على اللينك عندهم وادخلوا في المسابقه، وانا بنفسي هكسبكم بامرك يا رب، بامرك يا رب. هعمل لكم مسابقات كتيره قوي، انتوا بجد تستاهلوا كل خير. انا مش عايزه منك غير انت تعملي بس لايك على البوست عندهم، وتعملي لايك على البيج عندهم، وكومنت صغير، وخلي الهديه عليا. خلي الهديه عليا انا. واللي مش هتكسب المره دي هتكسب المره اللي جايه، هتكسب المره اللي بعدها. انا هعمل ده بصفه مستمره. يعني هعرفهم ان، هقول لكم يا حاجه، هي اللعبه هتبقى ازاي. دلوقتي مثلا انا صورة معايا المنتج ده، هحط صورته على الفيسبوك وهعمل حمله تمويليه. الحمله التمويليه دي هتكلفني مثلا كام؟ 20000 جنيه. عشان ابيع كام جهاز؟ 20-30 جهاز، عشان اخلي الصفحه 1000 حد يشوفها. طب ايه رايكم ما تدفعوش ال 20-30 الف جنيه دول، هاتوا لي بيهم اجهزه هديه، وانا مش عايزه منكم فلوس، بس انا الفلوس دي هطلع الحاجات دي هدايا، واللي انتوا عايزين تعملوه من الحملات التمويليه انا هعمله. انا الجمهور عندي ما شاء الله الله اكبر، اخواتي هيخشوا يعملوا لايكات وكومنتات ويعملوا لكم اللي انتوا عايزينه. فهم لما يلاقوا ان ده مفيد بالنسبه لهم. هتصلي يا روحي؟ لا ما كنتش موجودة. رقبتي باينه؟ مش باين حاجة بسيطة باينة. والله لا حاجة غلط. فزي ما قلت لكم ماما قولي لجيران تعملي فنجان قهوه حلو والنبي. فزي ما قلت لكم بمجرد ما، لا انا لابسه البتاع، بصوا لحد فين ما شاء الله عشان ما يبقى فيش حاجه تبان. لا المنشن مش هنا، هناك عن فلامينجو، مش هنا هناك. بس فانا فكرت في كده، ان انا احاول اعمل لكم حاجه، يعني تفهمني، عايزه اعمل لكم مسابقات، عايزه ابسطكم زي ما انتوا بتبسطوني بجد والله. يعني زمان كنتوا بتقعدوا تقولوا لي ساره انت بتدينا طاقه ايجابيه، لا انا دلوقتي بجد باخد الطاقه الايجابيه منكم. بس بلاش بس ايه، اتغيرتي، شكلك عجز يا ساره، وشكلك اتغير يا ساره، ووشك اتغير خالص يا ساره، وخسيتي قوي يا ساره. ما طبيعي، عندي حاله وفاه واللي مات عزيز وغالي، طبيعي ان انا القولون عندي تعبان، مفيش حاجه قاعده في بطني، كل شويه اكشف تعبانه، حالتي مش مظبوطه، لحد دلوقتي ما فقتش، واخده ضربه هنا، ما طبيعي.
فنحاول بقى ان احنا نتخطى ونتعدى يعني واحده واحده كده نحاول نرجع في حياتنا تاني عشان نشوف حالنا ونشوف دنيتنا ونقف من جديد ونساعد بعض. وزي ما بابا الله يرحمه لما تيتا توفت رجع وقف على حيله وقام عشاننا واتعامل عشاننا، وكانت دموعه على خدوده كده لما مامته توفت ولما والده توفى جدي وتيتا الله يرحمه. نفس الكلام برضو لما والدتي توفت كنت انا لسه والده جاسر، ماما جت وبقت معايا وبقيت تطبطب عليا وهي بدموع عينيها عشان تقف معايا، فانا برضو لازم بدموع عينيا اقف مع ولادي واشوف حياتي واشوف اللي جاي ايه واحده واحده عليا، ارجع لصحتي تاني من تاني ونشوف بيتنا تاني. وده بقوله لكم كلكم، ده بقوله لكم كلكم، لان انا اتفاجئت لما حصل لي كده ان كلكم موجوعين، كلكم موجوعين. انا شفت كومنتات بتصبرني وهي موجوعه وجع. فاحنا كلنا بقى ناخد نفس ونقوم من جديد. الصلاه الاذكار هتنورنا هتعمل لنا كده، عارفين انتوا كده اللي هي اسمها ايه دي، انشراح بجد والله العظيم. هتلاقي كده قلبك بيتشرح، هتلاقي كده الدنيا ان شاء الله واحده واحده ترجع كويسه، ترجع ناقصه بس هترجع ان شاء الله خير ان شاء الله. لا ما ينفعش اختار من اللايف ده ان شاء الله، اللايف كده حرام. اللايف اللي جاي ان شاء الله عشان ندي الناس لسه دلوقتي مش كلهم شافوا، احنا معانا في اللايف 3 وشويه 4000، لا يبقى في اللايف اللي جاي علشان يبقى معانا ناس فالمسابقه تشتغل كده فنكسب ناس، والمسابقه اللي بعدها كمان ان شاء الله. واطمنوا صدقوني هكسبكم ان شاء الله. ادخلوا انتوا هناك وانا عينيا والله العظيم عينيا، تؤمروا من عندي قبل العندي. بس انا زي ما قلت لكم اهو، لو لقيتكم زعلتوا مش هعمل مسابقات تاني. يعني احنا نعرف ان في ناس هتكسب وانا والله ما اعرفهم، ونعرف ان في ناس ايه، في ناس هتكسب وفي ناس ايه المره الجايه، صح ولا غلط؟ انا معاكم وانا متاكده ان المسابقه دي هتنجح، انا متاكده، فهعملها لكم على طول باستمرار. في حاجه يا جنى؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. لسه قاعده بشكر لهم فيكي والله، بقول لهم لسه بعت التيتشر بتاعتها قلت لها حقك عليا ان هي ما بتروحش الفتره اللي فاتت بجد، كبرتها قبل اوانها. يا رب فرحه ربنا يفرحك ويجيب لك فرحه، يا لهوي يا رب فرحه، يا رب جبر، يا رب خير، يا رب رزق في الولاد، رزق في الصحه، رزق في يعني عايزه اقول لك حاجه، انت ممكن يكون معاكي بركه في 10 جنيه والله العظيم، في 10 جنيه، وتلاقي ال 10 جنيه دي عملت حاجات كتير مفيده. ولو ان يكون معاكي اقول لك ايه 100000 جنيه والله ما يعملوا حاجه. انتوا عارفين انا هقول لكم حاجه ما قلتها لكوش قبل كده، افتكرتها من فتره، افتكرتها يوم ما كنت عند شيف ابراهيم بنصور 40 بابا. ان شاء الله هقلع الاسود واحده واحده، انا عارفه انتوا عايزين اقلع الاسود وال 40 خلي هقلعه والله، بس واحده 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 نفسيا، بس واحده واحده. انا مش متقبله الالوان دلوقتي، واحده واحده. تعملوش زي جوزي كده. المهم، في مره من المرات الكلام ده من حوالي 7 سنين 6 سنين، كنت نازله مصر. انا ما قلتش الكلام ده قبل كده وما حدش يعرف الكلام ده خالص غير ماما. هحكي لكم بس كده حاجه صغيره. وانا جايه نازله هيثم قال لي انا عامل لك مفاجاه. قلت له ايه المفاجاه؟ قال لي خدي الفلوس دي هاتي لك دهب. قلت له لا انا مش عايزه دهب، انا عايزه اجيب شقه باسمي. فقال لي اللي انت عاوزاه، انا الفلوس دي طالعه مني ليكي، بس انا مش عايز حاجه بقسط. هيثم ما بيحبش ان انا ادفع مقدمه وارجع يبقى عليه اقساط وحاجات من دي، دخلته فيها كتير فمخنوق بقى. فربنا كرمه كان نازل له حاجه كده يعني بونص، فاديهولي وانا نازله مصر اجازه. فاخدت الفلوس دي كانت رقم محترم جدا، مش هقول في اللايف، كانت رقم محترم وكبير جدا جدا من 7 سنين. شفت شقه عجبتني جدا، رحت انا ومرات اخويا دي طبعا معانا في اللايف واسالوها على الكلام ده. رحت شفت الشقه عجبتني جدا، وكنت محتاجه على الفلوس اللي معايا 100000 كمان عشان ادفع مقدمه للشقه. نزلت من عند الشقه حسيت كده بوجع بسيط، وجع بسيط خالص. رحت للدكتور كشفت، قالت لي ساره احنا محتاجين نعمل حاجه ودي بتتعمل بسيطه في العياده، مش محتاجه يعني، وبنج بسيط، حاجه بسيطه يعني، مش هشرح تفاصيل علشان ممكن يكون معانا رجاله يعني. ف قلت هيثم في التليفون، قال لي لا وارد ان لاي سبب من الاسباب يجي لك نزيف، احنا هنعمل في مستشفى امان. فروحنا مستشفى المرغني مصر الجديده، وداخله
عشان اعمل عمليه عاديه خالص. بمجرد ما جيت اعمل العمليه، اللي حصل العمليه دي كانت مكان فتح، انتوا عارفين القيصري. انا ولدت جنى، وبعد جنى جبت جاسر. فجاسر لما جيت ولدته الدكتوره ربنا يسامحها عملت لي، عارفين انتوا الخياطه اللي هي خياطه الاورده والشرايين في بعضها. فلما جيت ولدت آسر مضونه بعد ما ولدت آسر مضونه هناك على قرار في المستشفى ان انا ما ولدش تاني اصلا في الكويت، لان حالتي لا تصلح للولاده اصلا. فلو حصل حمل انزلي مصر ولدي براحتك بقى. ليه بقى؟ حصل نزيف وجابوا دكتور استشاري، وكانت القصه كبيره جدا جدا، وبقى كل الستات الله اكبر الله اكبر بيولدوا ويخرجوا من المستشفى. وهيثم كان قاعد قدام المستشفى بيعيط، هو حكى لي. وانا قعدت 7 ساعات، وطبعا دي حاجه صعبه جدا. والكويت غير مصر يعني انا بجد ولدت في مصر وعملت عمليه كبيره برضو في السعوديه، بس لما ولدت في الكويت ما خرجونيش ويخليكوا تقفي على رجليكي لو انت في كامل صحتك وما دفعتش جنيه. والله جوزي ما دفع جنيه. انا هحكي لكم على الولاده دي بعدين. وخرجت بعد 10 ايام بعد ما انا بقيت كويسه جدا، وبعد ما ابني كمان جت له الصفرة وخلصت من عنده، غير هنا خالص. فالمهم يا بنات ان انا ما ينفعش تاني يعني، ما ينفعش ولاده تاني خالص ولا حمل. فاللي حصل يا بنات ان انا لما بقى جنى، انت بتسمعي ايه؟ مش بسمع. الله يفضل الكبار فقط. مستنيه القهوه ده. مستنيه القهوه، خلاص استنيها برضه. بيتفرجوا عليا. اصحابك مين اللي بيتفرجوا عليا؟ اما الكذب اتكلم قدام حد، انا مش شايفاهم وبيتفرجوا عليا. فالمهم دخلت اعمل العمليه عاديه جدا. جالي نزيف حاد، كنت بتصفى. فالدكتور خيط كده كروكي ان انا مش هيطلع عليا نهار. الدكتور لما رجع تاني يوم لقاني عايشه، دخلت في غيبوبه، ودخلت انعاش وعنايه مركزه، وقعدت 40 يوم بين الحياه والموت. خرجت من المستشفى بعد اليوم ال21. مجرد ما وصلت البيت عند اخويا ما كنتش بقى وصلت بيتي، لان انا بيتي في التوقيت ده كان في المنصوره، ما كانش لسه عندي شقه في القاهره. في التوقيت ده كنت بنزل اجازه ما بين بابا وما بين شقتي في المنصوره. فجيت طلعت في القاهره على اخويا. ف روحت البيت 4 ساعات ورجعت المستشفى تاني نزيف حاد، وكانوا مطلعين لي كميه دراني انتوا مش هتتصوروا ساره كانت واصله لايه. يعني عمليه بتتعمل في عياده ب50 قرش. كل الفلوس اللي انا كنت رايحه ادفعها مقدم الشقه، وبموت وجسمي اتدمر. وبابا اقسم بربي وحق لا اله الا الله كنت بفتح عيني كده الاقي ماما موطيه كده على الارض ساجده، وجوزي نايم. كل ده في مستشفى المغني، انا على سرير وهم على الاراضي كده كلهم كده. في طبعا انتوا عارفين المستشفى الاوض الخاصه في سرير بيتفتح، هيثم سايبه لماما، وهو نايم على الارض وبابا. وتفتحي يعني عينك تشوفي كل منهار وبيعيط، وعيالي قدام عينيا الاثنين الكبار والصغير اللي هو كان لسه، الكلام ده من 7 سنين، كان آسر عنده 2 سنين. وتروحي تاني في غيبوبه. بمعنى ايه؟ ان الفلوس اللي كنت انا هدفعها مقدمه الشقه دي، المبلغ الكبير اللي جوزي كان مديهولي علشان ادفعه اجيب شقه ويبسطني، ما كفاش والله العظيم، ما كفى بين عمليه انت فيها بين الحياه والموت. كل اللي كنت عايزاه من التوقيت ده ان انا بس اقوم تاني بالسلامه لولادي، مش عايزه حاجه تانية. اقوم لولادي. انا بروح وافتح عيني لحظه الاقي ماما ساجده على الارض كده وبتعيط، وهيثم الدنيا، وبابا ماما تقول له مش هسيبها، روح يا سمير انت بالولاد. ويقول لها طب يا حنان روحي انت بالولاد، تقول له لا يا سمير روح انت بالولاد، ما انا عيالي 3 وجوزي مستموت مش رايح في حته. وكان هيحصل له مشكله في شغله اللي هو نزل، ما كانتش اجازته. انا في جميع الاحوال بنزل دايما قبله بشهر، اشبع من والدتي واشبع من والدي. هو لما بينزل بيبقى عايز يروح عند والدته، فكنت بعمل دايما ايه، اعادل الكفه، انزل قبله بشهر اشبع من والدتي خالص ومن والدي، بحيث هما ما يزعلوش مني لما هو ينزل اجازته ونروح عند مامته ويشبع هو من مامته واخته واحنا كمان معاه. فكنت دايما بعمل المعادله دي. فهو ما لحقش حبيبي، انا نزلت الحقني، انا هعمل عمليه بسيطه. ساره دخلت العمليات، هيثم جاي بيلطش، ساره بتموت، ساره بين الحياه والموت. انتوا مدركين؟ فممكن تكون الفلوس كتيره بس تتصرف على حاجه يعني اقول لكم ايه يعني. فالفلوس لو فيها بركه اقسم بالله ممكن تبقى علشان نتهنى وننبسط بيها، ولو ما فيهاش بركه ممكن عشان نصرفها على عيانا وتعبنا. اقول لكم حاجه، الشاشه اللي ورايا دي هوريها لك، لسه مكسوره اول امبارح، والشاشه الثانيه 55 بوصه و65 اهم والله هوريهولكم. الشاشتين متكسرين فجاه اتكسروا. طب ما انا ممكن يكون معايا 100 جنيه ومش محتاجه حاجه،
وممكن يكون معايا 100,000 جنيه ومحتاجه 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 ومحتاجه. البركه بقى، والله العظيم بكلمكم بجد، البركه. دايما بدعي ربنا بالبركه في صحتي. عارفين انا صحتي زي اي ست، بس البركه في الصحه، ان انا مفيش حيل. البركه في الرزق، معايا شويه فلوس قليلين بس فيهم بركه، احس بيهم. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ ليه حكيت اللي عدى ده؟ وليكي ان تتخيلي ان انا لما جيت قمت بالسلامه، فانتي جالي حاجه اسمها تجلطات. انا عمري ما كنت افهم في الحاجات دي. عامله كده بقى. التجلطات دي بقى ايه؟ نتيجه عن ان انا ما بتحركش، ما انا في غيبوبه، من انعاش لغيبوبه، شفت الموت بعينيا. فاهمني؟ فقمت بقى كل جسمي من هنا وكل رجلي عارفين البيبي اللي لسه بيتعلم المشي؟ قمت متدمره. وفضلت في مصر بحاول بحاول، ورحت على اليوم الاخير علشان اقامتي ما تسقطش، عشان كان لازم اسافر عشان اقامتي ما تسقطش. انتوا فاهميني؟ فوارد يبقى فيه قرش. اقول لك حاجه، واحده تروح تولد ب1000 ولا 2000 جنيه وزي الفل، وواحده تضطر تولد بالافات مؤلفه وما تعيش، او الجنين يجرى له حاجه او هي يجرى لها حاجه. فالبركه في القرش دي حاجه تانية خالص بجد والله. انا مش بحكي لك حاجه، يعني واحده نازله اجازه، مزاجي حلو، الدنيا زي الفل وانا زي الفل، ونازله اجازه مصر، وجوزي راضي عني وعايز يعمل لي هديه، فخدي ده هاتيلك، هو عارف انا احب احوش في الدهب، فخدي هاتيلك دهب. طب انا مش عايزه اجيب دهب، انا نفسي يبقى عندي شقه باسمي. طب وماله، ادفعي مقدم بس ما تقوليش على اقساط، ما تتكلميش معايا في ده، وانا ما بشتغلش، ما بيخشليش فلوس اصلا، ما انا ما بشتغلش، وهو باخد منه مصروف شهري. وانا دايما بقول لكم لازم تاخدي من جوزك مصروف شهري حتى ولو صغير، فانا باخد منه مصروف شهري، اجيب لنفسي حاجه، اجيب حاجه لاهلي، اجيب وانا نازله اجازه اروح صالون، يعني كوفير، يعني اعمل حاجه، اجيب حاجه، اجيب لنفسي لبس، اجيب لنفسي حاجه، مصروفي الشهري، ما انا ما بشتغلش. وانت عايزني ما اشتغلش، لازم يبقى في ايدي مصروف بتاعي، ولا انت عايزني ما اشتغلش كده هو حكم قراقوش وما تدينيش فلوس وافضل ما فيش؟ لازم يبقى ليا مصروف شهري، وهو برده مسؤول عني. فكنت انا بقى مصروفي ده حوشه. طبعا بعد ما اتجوزنا ولقى ان اول سنه نازله مصر، فاتفاجئ بيا، اتفاجئ لاني معايا رقم. طب اقول لكم حاجه والله العظيم، مره كان صاحب المكتب مسافر وهو لازم يقبض ناس، لازم، فجاي بيقول لي انا الدنيا مش عارف اعمل ايه، انا حولت الفلوس كلها مصر ومش عارف اعمل ايه، انا عايز فلوس. كان احمد اخويا قاعد قدامي كده، احنا بره بقى، وكان هو قاعد كده، قلت له عايز كام؟ قال لي، راح باصص لي كده باستهزاء، ما انا ما بشتغلش بقى، هيكون معاكي كام يعني؟ قلت له انت عاوز كام يا هيثم؟ قال لي عاوز كذا. دخلت جبتهم له من بره، من الاوضه. بص كده، انت جبتي المبلغ ده ازاي؟ قلت له بحوش. ليه بحوش؟ في ناس برضو هتقول لك ان ده صح، وفي ناس تقول لك ان ده غلط. هقول لك حاجه، وانا رايحه الكويت عامله معايا وزني وزن ولادي، اجيب فيه ايه الوزن ده؟ اقول لكم، كيلو اللحمه زمان لما انا كنت بقى مثلا رايحه اخر مره مثلا، كان هنا ب 350 جنيه، هناك كان ب 5 دينار. احسبي الدينار بكام. فانا بجيب من هنا كل لحمتي وكل خضاري وكل حاجتي، وعندي هناك ديب فريزر، لو كنتوا شفتوا الفيديوهات بتاعتي هناك هتلاقي ورايا ديب فريزر. فانا كنت باخد الحاجات دي واحطها في الديب فريزر، واجي هناك ما اصرفش. بجيب بقى هناك ايه؟ رز، مكرونه، زيت، كل خضاري جايباه بقى خضار مصري، حاجه زي الفل، مش حاجه متفرزه ولا حاجه جايه بصوا فنجاني، بصوا فنجاني، والله العظيم انا تعبت. المهم، ولا حاجه بقى جايه متفرزه، ولا حاجه بقى جايه، الخضار هناك ما ادراكي، واللحمه هناك الناس اللي عايشين، والفراخ هناك اعوذ بالله. انا قبل ما انزل انا مزاجي حلو، اروح نازله جايبه، بجيب من هناك المفروم عادي، لكن من مصر اجيب لك بقى اللحمه، واجيب لك الفيليتو، واجيب لك الستيك، واجيب لك الكبده، اجيب لك كل حاجه، واروح بيها بقى فين؟ على هناك، وارص في الفريزر واعيش بقى. قعدت شهرين، قعدت 3، قعدت 4، قعدت 5، اجي انزل اجيب تاني. فانا بقعد هو بيديني مصروف البيت. طبعا المصروف ما تشتريش لحمه، ما تشتريش فراخ، ما تشتريش حلويات، انا بعمل كل حاجه في البيت، ما بشتريش مخبوزات، انا مزاجي اعمل مخبوزات في البيت، بعمل كل حاجه في البيت. واللي انا هصرفه ده اروح اخد بيه كورس. يعني انا بالفعل اول كورس ليا خالص، كنت لسه ما دخلتش المجال بتاع الطبخ ولا شيفات ولا كلام من ده خالص، رحت عملت ايه؟ اخدت كورس مخبوزات، عشان هو روحه في العجين، بيحب اي حاجه فيها عجين. فاتعلمت البيتزا الايطالي. فلما اتعلمت البيتزا الايطالي عرفت ان البيتزا الايطالي دي ملهاش اي علاقه اصلا بالبيتزا المصري بتاعتنا، دي عيش وميه يا جماعه. ده احنا بنعمل في البيتزا بقى حط زبادي، لا حط خميره، لا حط بيكنج باودر، ده احنا خاربين الدنيا خالص. فلقيت برضو ان الكورسات دي مش مفيده، هو بس ايه،
فادتني في موضوع العجول وقطعياتهم، المارينيه، التتبيلات، يعني هي الحاجات دي، يعني شويه ريسبي كده اخدتها، هي دي اللي نفعتني في المجال. غير كده مفيش، فلوس راحت عليا. بس فمن هنا عرف ايه ان انا يبقى معايا، عرف بقى. فهو لما لقاكي ست بجد بتشيلي، مش بتهدري، مش بيديكي وتضيعي، لا قال لك لا احوش معاه، ما باكلش. فاهمين يعني ايه؟ بحوش له وبديله وبالنص. انا ست حقانيه بالنص. انا دلوقتي حوشت لك مثلا 5 قروش، انت 2 ونص وانا 2 ونص، انت اصلا كنت هتضيعها. انتوا فاهميني؟ يجي مثلا ننزل يا جماعه المطاعم غاليه طب نزلنا مره في الاسبوع، يعني مثلا في مطعم بنحبه قوي اسمه ميس الغانم، مشويات وخطير ومش عارفه ايه، الاقي نفسي دفعت لي 50 60 دينار. ده رقم يا جماعه، رقم. طب ليه؟ طب ما انا اجيب الريش وانا جايه اجازه، واجيب واقف اشوله في البلكونه وادفع بدل ال 50 60. انا بقول لك يا عم ادفع 20 دينار وكل وتهنى وروح وننزل نتمشى بالليل نشرب حاجه ونرجع. وبعدين انا عندي مشكله ان انا بقرف من اكل بره، ما احبوش. ممكن مثلا مكانين بس كده، اوليف جاردن مثلا ده محل، ده قصدي مطعم، اكل منه مثلا باستا كده بالكريمه، وبعدين اعملها في البيت بحط فيها كريمه وانا ما بحبش اكل بره الا قليلا. يعني في مصر كلها ما اكلش من عند الا 2 بس، مصر كلها يا ساره دي ما اكلش الا من عند 2 لو ليا مزاج. غير كده انا اعمل في البيت، وعلمت العيال كده. العيال لو كلوا بره بطنهم توجعهم. نعمل كل حاجه. هاتي شويه الشاورما وتتبليهم ويلا في الطاسه مع شويه بصل وفلفل وطماطم كتريهم واعملي في سندوتشات والف هنا وشفا. من باب ان انا على ولادي عايزه ربنا يكرمهم، ومن باب ان انا بوفر لجوزي، بدا القرش على قرش يعمل قرش، والقرش على قرش يعمل قرش. طب انا عايزه اجيب كذا، يقول لي وانا بقى هيبقى عندي قسط، اقول له بس تعالى نجرب. ويا سيدي لو القسط عطل مالكش دعوه، اسمع كلامي، ندفع مقدم الحاجه وحاجه في حاجه، قسط في حاجه، تلاقي بقى عندك حاجه. فبدا يسمع كلامي. فعشان كده بعد فتره طويله بدا يامن لي. ما هي العلاقه بين الراجل والست، ما تيجي واحده تقول لك ايه ما انا متجوزاه بقالي سنين، لا انا اتعاملت معاه انه بنك. يعني ايه؟ بودع فيه الخير، الصبر، طولة البال، لانه عصبي جدا، بصبر، بطول بالي حاجات كتير. فبقى بالتالي بقى بيجي وقت لازم، يعني انا الفتره اللي فاتت دي اعصابي تعبانه مهيبره مش مظبوطه، انا بدات هنا اخد من رصيدي. صوت ساره بيعلى، يقول لنفسه معلش ما هي ما استحملت، معلش ما هي ما عدت، معلش ما هي ما مخليه ليا معاه رصيد. انتوا فاهميني؟ فانا عشان كده بقول لكم البركه في ايه؟ في القرش. اهو انا ما كان معايا البركه في ايه؟ في الصحه. كان معايا قرش وبتاعي ونازله وفرحانه فرحه العمر، وبقيت اقسم بالله وانا كده والدلانق طالعه مني لحد النهارده علاماتها في رجلي بقالي 7 سنين. اقسم بالله العلي العظيم بقيت عماله اقول ايه؟ يا رب اقوم واعيط والدموع بتنزل كده، ما انت مش عارفه ترفعي نفسك، وظهري سخن من كتر النومه. وتبقي بقى الممرضه وتقولي لها طب والنبي اعملي لي الكرسي كده يا ماما ايه. انتوا فاهميني؟ واطلع من بعد 21 يوم اطلع من المستشفى على اخويا، ارجع تاني بالليل الدرنقه تسدد. فالدرنقه لما تسدد الدم رجع بيعمل تسمم وقتي، يلا طوارئ، يلا بهدله بهدله بهدله. هو قال لي وماما قالت لي انت قلتي لحد انك نازله تجيبي شقه؟ قلت لهم مش فاكره. يعني انا اللي غلط ان انا قلت لواحده مثلا صاحبتي ده انا رايحه اجيب حاجه؟ انا اللي دفعت الثمن؟ يا ريت الفلوس راحت، وبس دي راحت بصحتي، راحت بدمار. الاجازه اللي بناخدها مره في السنه اتدمرت كلها في المستشفيات، وفضلت فتره كبيره تعبانه. بس فمادام في ممكن ده انا مسنوده، انا معايا ارقام. طب ما انت ممكن يجيلك مرض قد كده الارقام دي كلها تطير. البركه بقى في الرزق، البركه بقى في الصحه، البركه بقى في المال، البركه بقى في كل حاجه، هي اللي بتخلي الحاجه تبقى حلوه قوي. فيا رب ارزقنا البركه في رزقنا، والبركه في صحتنا، والبركه في ولادنا، ويبارك لي فيكم عشان انتوا حبايب قلبي. انا صدعتكم ولا انتوا رحتوا فين؟ طب العدد ما شاء الله، حد يتكلم يا جماعه، ال 5000 وشويه اللي معانا دول حد يتكلم، قولوا اي حاجه. انا معيش حد ولا حد يتكلم ولا ايه؟ ولا الرقم ده مش حقيقي فيك ولا ايه؟ روحك حلوه وعندك قبول، انتوا اللي حلوين قوي. بس احنا رجعنا تاني، الحمد لله على السلامه، صلى الله يسلمكم. احنا رجعنا تاني، هو واحده واحده نقوم بقى كده نحاول ايه، نشوف الولاد، نشوف ماما، ونستنى داليا لما تنزل اجازه. انا متشوقه جدا جدا لداليا لما تنزل. داليا بقى لما تنزل هنعيد بقى كلاكيت بقى،
بابا. بصوا بقى، انا اهدى شويه، اهدى شويه، اروح داخله الاقي ماما في البلكونه. عارفين انا لسه بلبس عشان اطلع لكم لايف، راحت جايبه لي الورقه بتاعت اسبوعي. بابا كان عامل لي اسبوعي على فلوس. يا جنى محدش هيرد عليا، كنت هوريكم اسبوعي. يا حاجه سيبيني انسى شويه، انا مش هنسى بس احاول اهدى شويه، اهدى شويه. داليا عياط بقى مستمر. فان شاء الله واحده واحده خالص. اللايف جميل جدا، ربنا يخليكم ليا والله. انتي قمر والله، وانا بتعلم منك، كلنا بنتعلم من بعض. بصوا انا لسه كنت بقولها لنفسي، احنا لازم نتعلم ونسمع. في فرق ان انتي تتكلمي اكتر ما تسمعي، ده غلط. المفروض تسمعي اكتر ما تتكلمي. في وقت ان محتاجين نتكلم، فاهمني؟ لكن انتي لما بتتكلمي اكتر ما بتسمعي انتي بتستفيدي. انت بتقولي ايه انتي؟ بصوا اسبوع مين يا ترى؟ ثواني هجيب لكم الكاميرا الخلفيه اوريكم. اهو بصوا، اسبوع مين يا ترى؟ اسبوع ساره السكره، ساره سمير عبد المرضي، 15/4/1988. قولوا لي كل سنه طيبه عشان عيد ميلادي. بصوا كان طابع لي اسبوعي على فلوس. ده كان بيتوزع في الشارع والله. وخلي بالكم ال5 قروش دي زمان كانت قويه يعني. بس انت قالت لي ما برجعش منها. قالت لي خديها منها. طب ما انا معايا على فكره. نشرب بقى قهوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ففي وقت لازم تسمعي. يعني مثلا انا اشتغلت في مجال الميديا. ايه الميديا دي يا ساره؟ تلفزيون. واحده ملهاش اي علاقه، انا لا خريجه اعلام ولا عمري ظهرت على الشاشه ولا اي حاجه، بس انا كنت بسمع. يعني ايه بسمع؟ اقول لك، ما عملتش نفسي بفهم كل حاجه. انا رحت وقعدت. في ناس ما اقدرش انساها، زي مثلا يعني مش عايزه اقول اسامي، بس مثلا مش عايزه اذكر حد واسيب حد. مثلا في ناس معينه انا ما اقدرش. هنقول مثلا الف، هنقول مثلا عين، هنقول مثلا نون. الناس دي مثلا يجي يقول لك ايه يا ساره، انت المفروض يبقى قدامك فرشه كذا وكذا وكذا، والمفروض تعملي كذا، والمفروض تتحاوري مع الضيفه كذا. تمام، اتعلمت من ده من عين. جيت مثلا الف، قال لي لا انت المفروض تبصي للشاشه كذا وتعملي كذا للشاشه، وهو طبعا اضرب ده، فالمفروض تعملي كذا. قلت له اوكي، فده علمني ده. جيت مثلا نون، نون بقى كانت بتقولي لا انت المفروض تتكلمي كذا على الشاشه وتعملي كذا. اسمع، افضل قاعده كده ساكته واسمع. مش لا 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 انا عارفه، انا كل حاجه، انا خطيره، انا فظيعه، انا كان لازم اتعلم كده وبس. لا، رحت شفت حد محترم جدا بيدي سيشن. يعني ايه سيشن؟ يعني جلسات، انه بيعلمني ازاي اتعلم ان انا اكلم الشاشه واكلم الكاميرا واكلم الناس، واقعد. اخدت معاه جلسه واثنين وثلاثه واربعه، ودفعت فلوس واخدت من وقتي. طب وقتك ده يا ساره بتاع ولادك مش بتاعك. لا، ما انا اخدت من وقت نومي واخدت من وقت راحتي عشان اتعلم، علشان انجح، عشان اقف على رجلي، عشان ابقى زي ما انا النهارده ساره. انتوا فاهميني؟ بس فانتي لازم تسمعي اكتر ما بتتكلمي. بيجي وقت عليكي تتكلمي، طبعا عايزه اتكلم اتكلمي. ففي وقت بتسمعي بيفيدك. مثلا انا لما رحت عند حماتي، فانا داخله فقالت لي هيثم بيقول انك بتطبخي حلوه قوي، اعملي لنا باميه. قلت لها ماما حضرتك بتعملي الباميه ازاي؟ قالت لي نعم انا عارفه يا ساره ان انتي بتعرفي تعملي. قلت لها انا عايزه طريقه حضرتك، بتعمليها ازاي يا ماما؟ قالت لي كذا 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 كذا. قلت لها حاضر. اخدت طريقه حماتي على طريقه مامتي على طريقتي انا، وطلعت باميه الثلاثه بيحلفوا بيها. ليه؟ مامتك ليها تكتها، حماتك ليها تكتها، اخت جوزك ليها تكتها، خالة جوزك ليكي خالتك ليكي تكتها، صاحبتك ليكي تكتها. اسمعي، وهم قاعدين وبيتكلموا انت اسكتي، وطلعي انت بقى بالخلاصه. بجد والله تلاقي اكلك بقى الكل بيحكي ويضحك عنه. انا لما اروح مثلا مكان مش فاهمه حاجه، والله كنت متاكده انك مواليد شهر عشان بحس انك شبهي في حاجات كتير. حبيبه قلبي يا بنتي، شهر 4 ده شهر العظماء يا بنتي، مواليد الحمل يا بنتي، برج الحمل يا بنتي. بس
هيسمعني. اقول لك مثلا عندي خالة زوجي، خالته فايزه دي، لا عايزه اكلمها، رهيبه، خطيره، خالته فايزه خطيره. كانت عامله كتاب انا خدته منها جوه، هي الكتاب ده طبعه فيه كل حاجه. مثلا يعني اكلت البسكوت، البسكوت بتاعها بيقرمز زي اي بسكوت، بس في ريحه ما شفتهاش في اي بسكوت. عاملاه زي ده يا خالته فايزه، تقول لك المحلب المطحون، بس ما تجيبوهوش من عند العطار يا ساره، هاتيه اطحنيه، مش فاهميني؟ يعني يا خالته ايه يا خالته البسكوت، عامله بسكوت خطير خالته فايزه. مثلا تقعدي مثلا في الله يرحمها طنط اماني مرات خاله، يا ساره بتعملي ورق العنب ازاي؟ انتوا عارفين بقى الحريم واحنا قاعدين. اقول لها يا طنط اماني بعمل ورق العنب، تقولي لا الورق العنب تهدي عليه وتروحي جايبه كوبايه كده، حطي زيت زيتون، حطي صويا دبس رمان وزيت زيتون وعصره شويه ليمون، قلبيهم بعد ما الليمون، بعد ما ورق العنب يستوي. انا بعمل ورق عنب يا بنات، انا بعمل ورق عنب خطير. بس تكه لحد كده، مثلا اقول لك حاجه، طنط انتصار قالت لي كلمه، طنط انتصار دي مرات ابن خال بابا، مرات ابن عمه بابا، مرات عمو طنطاوي. طنط انتصار بقى ايه وانا بعمل رز، قالت لي هو انت ليه بتحمري الشعريه في سمنه؟ قلت لها امال اعمل ايه يا طنط؟ كان ساعتها جانا عندها سنه، يعني انا كان عندي يا خبر ابيض، كان انا عندي يا بنات 19 او 20 سنه، انا متجوزه بدري قوي. فلما حمرت الشعريه قالت لي لا يا ساره، حمري الشعريه في الزيت وحطي الرز وحمريه وسيبيه كده يغلوش، ولما الرز يتشرب حطي معلقه السمنه البلدي. بنتي عندها 17 سنه وانا ماشيه بنفس طريقتها في دي. طب اقول لكم حاجه، ورق الكرنب مين علمني لفه؟ ابله فيفي. جبت لكم اسامي الناس كلها. ابله فيفي كانت تقول لي بوظي وناكل، وكانت تقول لي حطي الورقه كده واعملي كده واعملي كده ورميها. فانتي لازم تسمعي وتتعلمي، هتلاقي نفسك بقيتي توب في كل حاجه، بجد والله. ويجي وقت عليكي تتكلمي بس. فا اهو، انا حاسه ان انا طولت عليكم وصدعتكم ومشينا خالص عن موضوع المسابقه يا بنات. المسابقه مش المسابقه، المسابقه يا بنات. والله بصوا هي مش مسابقه، انا مش بقول لكم حلوا حاجه ولا تعبوا نفسكم في حاجه، انا عايزاكم تنبسطوا، انا عايزاكم بس تنبسطوا. انا حاسه ان انتوا تستاهلوا كل حاجه حلوه في الدنيا يعني. انا يعني عملت لايف دقيقه او كام ثانيه ان انا عايزه بس دعوه لبابا، انتوا بهرتوني. لا فانتوا حلوين قوي يعني بجد، يعني بجد الطيبين له الطيبات، ده انتوا طلعتوا اطيب مني واحسن مني بكتير. يعني انا مش شايفه كده، يعني مش يعني شايفه ان انتوا حاجه كبيره قوي بجد، بجد يعني. انتوا اللي انا طلعت بيه، انتوا فاهميني؟ السوشيال ميديا والكلام ده. انتوا عارفين ان انا كنت هطلع لايف امبارح اقول لكم ان انا مش هطلع تاني على السوشيال ميديا، يعني حسيت ان انا ما عنديش حاجه اديها. بس لما قعدت شويه اتكلمت مع جنى وكلمت هيثم في التليفون، قلت له قال لي بصي يا ساره، بصي بقى عشان انا زهقت منك، هتطلعي تقولي حاجه هتبقي قدها ومش هترجعي فيها. قعدت فكرت كده بصراحه لقيت ما اقدرش استغنى عنكم. انا ممكن استغنى عن حاجات كتير قوي لكن انتوا لا، يعني ان انا اطلع معاكم اللايف ممكن ما اعملش فيديوهات، لكن ما اطلعش معاكم اللايف ده نتكلم مع بعض. رهيبه انت يا ساره قوي قوي. يعني ايه رهيبه؟ مش فاهمه ليه مش بتردي غير على تعليقات معينه. لا والله اكيد ما بشوفش، لان ما شاء الله التعليقات كتير، ده انا بحب اقرا تعليقاتكم كلها، ده كفايه انك تعبتي نفسك وكتبتي لي مخصوص. بس حضرتك لو تاخدي بالك وانا بقرا كومنتك ما شاء الله بيعدي مثلا يعني على الاقل كده 20 30 كومنت، عيني مش جايبه، فمش لاحقه. ام علي مساء الخير يا ساره يا جميله، قلب ساره الجميله، ربنا يرحمه ويرحم اموات المسلمين يا روح قلبي يا روح قلبي. فادعوا لي بقى الفتره دي كده اشد حيلي واقف من اول وجديد كده واظبط الدنيا كده وارجع تاني ساره. ادعوا لي صدقي وتامني بالله، انا نفسيتي كانت وحشه، شفتك والله بدات اخد طاقه حلوه. انت جميله قوي بالذمه يا ام جودي يا وليه. ربنا يخليكوا ليا. انا والله كنت لسه هدخل اخد الايه الجرعه الليليه بقى، شويه عياط على شويه اكتئاب، على بقى ايه فيديوهات بابا، شويه صورنا، شويه ان رجعت بقى فلقيت الناس بيقولوا لي احنا جبنا لك الحاجه، قلت يلا الهوب اطلعي بقى كده قولي للناس هكسبكم عيد ميلادي بكره وبتاع. زي مش هنعمل عيد ميلاد طبعا ومش هنجيب تورته ولا اي حاجه من الحاجات دي. هيثم قال لي عايزه اجيب لك تورتايه صغيره، قلت له تورتايه بابا لسه متوفي اول عيد ميلاد ليه، انا مش عايزه حاجه. قال لي ما ينفعش، قلت له لا انا بجد مش عايزه حاجه خالص، مش عايزه اي حاجه من الحاجات
اللي هي فيها احتفال، فاهميني؟ ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنات، اللهم امين، ويخلي لكم كل حبايبكم. عارفين يا بنات، كان بيجي لي كومنتات تقول ايه، على فكره انا بكره الاغنيه بتاعت رمضان اللي هي بتاعت الاب والام والحاجات دي. لا على فكره والله العظيم بجد ربنا يخلي لكم كل اهاليكم، واللي انا حاساه ما تحسوش بجد، اللي انا حاساه ما تحسوش. لان في حاجه كانت واحده بتكلمني اول امبارح بتقولي والدتي بقى لها سنه، ست جميله جدا، وانا لسه في نفس الوجع. فانا فاهمه هي بتتكلم على ايه، وفي حاجه هنا بتروح ما بترجعش، هنا حاجه راحت، روحك بقى ما تعرفيش، حاجه راحت ما بترجعش. فيلا اول مره هاكل شوكولاته من ساعه ما بابا توفى. اول مره من ساعه ما بابا توفى هاخد مكعب معاكم بقى، هاخد مكعب معاكم شوكولاته. وبعدين وانا خسيت قوي، يعني انا حاسه ان هم شويه صغيرين يعني، وحشيت قوي يعني انا لا اطاق دلوقتي، يعني شكلي وحش. شويه كومنتات غريبه يعني، ساره انت اتغيرتي قوي، ساره انت عجزتي قوي، ساره انت شكلك بقى غريب قوي قوي. ربنا يصبرك يا حبيبتي، انت اصلا احنا اصلا بنحبك، حتى لون الاسود عسل عليك. ربنا يكبر بخاطرك يا مريم، والله يا مريم روحي وتعالي بسرعه يا مريم. ربنا يكبر بخاطركم ويخليكم ليا يا حبايب قلبي. ناخد بس مكعب كده مسكر كده، مع ان والله ما فيش سكر احلى من كلامكم. قولوا لي بقى كل سنه وانتم طيبه عشان عيد ميلادي بكره، عشان جوزي زعلان مني ما قاليش، شايفني ست كئيبه. جانا جات لي امبارح تقول لي ايه، جانا دي مشكله، ماما والله 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 انا ما بنزل دروس ولا معايا فلوس ولا عارفه اشيل فلوس من وراكي. ماما انا معيش فلوس خالص، مش عارفه اعمل ايه، تسلفيني واجيب لك هديه. كانها بتشحت على الشارع بره. تشوفي جانا امبارح تموت من الضحك، دخلت عليا امبارح هي قلب ماما. تصبح الخير. هتنام؟ ممكن بوي يخليني اصحى الساعة اتفرج على ماتش برشلونة عشان نفسي تخسر. نفسك برشلونه تخسر؟ عشان كسر. يعني لو برشلونة خسرت جسر مش هتلاقي طايق نفسه. يعني انت عايز برشلونه تخسر عشان بس جاسر بس يتضايق؟ اه روح يا ياسر تصبح على خير. عشان روح يا ياسر اتكل على الله، يا ياسر روح اتكل على الله. قصدك حاجة. يعني انت عايز تقعد تشجع ماتش عشان اخوك تعاند في اخوك؟ لا مش اتكل على الله يا ياسر طريقه. طب هو بيعرف. كتمه دخلت عليا فاتكل على الله يا ياسر. تصبح على خير يا ياسر، تصبح على خير يا اسس. بحبك، هخلص واجي ناخد حضن زي امبارح. بحبك. وهستناكي. ماشي. لا قمر في كل حالاتك، ربنا يخليكم اقسم بالله. ملحقتش اقرا. كل عام وانتي بخير وسنين كتيره في صحه وسعاده حبيبه قلبي، كل سنه طيبه وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. المهم بقى جانا جت امبارح عامله زي شحاتين السيده، والله العظيم. ماما انا معيش ولا مليم، تحس ان انا مخلفه 3 صبيان، مش ولدين وبنت، 3 صبيان. انا معيش ولا مليم وما بنزلش دروس بقالي كتير، معيش فلوس، الدنيا معايا يا ماما مفيش. طب انت عايزه ايه يا جنى؟ عايزه فلوس اجيب لك بيها هديه. انت مش عايزه منك حاجه يا جنى امشي. راحت قالت لي بابا هجيب لماما هديه ايه؟ قال لها لا امك مكتئبه. مش عايزه حاجه، قالت لي مش عايزه حاجه من حد. عارفين مين اللي جاب لي هديه؟ ماما جابت لي ساعه هقولها لكم. ماما بس كانت جايباها لي قبل ما بابا يتوفى، وبابا كان جايب لي الموسم قبل ما يتوفى. والله الواحد بعد امه وابوه ملوش حد. هو احنا طب اللايف حلو هو لازم ند. وانا بقيت انا حاسه ان انا نزل عليا تحديث والله العظيم يا بنات، يعني حاسه ان انا بقيت ساره. يعني عارفين انتوا ويندوز 8 ويندوز 7 ويندوز 9؟ لا انا بقى بقيت ايه، ساره تحديث 2026. بقيت نباره بندب. ما كانش عندي الاوبشن ان انا بقيت ندابه بندب كل شويه. يروح قلبي. انا بقالي كتير قوي ما اكلتش شوكولاته. بحبك موت، ربنا يسعدك، وانا كمان بحبكم قوي 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 قوي. بس بقول لكم ايه، كل وصفات الفتره اللي فاتت كان طعمها وحش.
ولا المكرونه بشاميل بالفراخ دي شكلها جميل بس طعمها وحش. العيال بقوا يعني ياكلوا لهم هو الاكل طعمه حلو قوي، بس انا شايفه الاكل طعمه وحش. انا كساره شايفه الاكل طعمه وحش، مش عارفه بقى هل العيب في ايه؟ انا بقي مثلا ما كانش حابب حاجه، مش عارفه، ولا الشاورما. يعني الاكل كان طعمه غريب الفتره اللي فاتت، هل بقى العيب في ايه؟ معرفش، بس العيال شايفين الاكل جميل، فانا مش عارفه. فتت الشاورما دي والمكرونه بشاميل الاتنين دول كانوا صعبين قوي. هل انا بقي مثلا مش عاجبه الاكل؟ مش عارفه، اكل حادق، اكل طعمه مش حلو. يعني لا اخفى عليكم سرا، يعني اللي كان طعمها حلو قوي قوي الكوسه. كانت اول مره تقريبا ابدا اكل، انا لسه منزلاه اول امبارح دي. كل سنه طيبه، عقبال مليون سنه. ايوه بقى كده، ايوه بقى احتفلوا بيا يا بنات، احتفلوا بيا انتوا، احتفال على الضيق كده. مفيش واحده في النص كده تقول لي مبروك يا سوسو، قصدي كل سنه طيبه يا سوسو. حبيبتي بحس ان ضحكتك وراها حزن كبير. ليه الحزن بقى؟ ليه بقى؟ ما احنا قلنا نفك شويه بقى. بلاش تقولي لي بقى والنبي شكلك تعبان، ضحكتك، ما هو اكيد ورا، ما هو اكيد في حزن كبير، ما هو اكيد في مرار طافح، بس هنعمل ايه؟ نحاول نتاقلم بقى. نحاول نتاقلم بقى. مين اللي كاتبه؟ شيماء كرم يا شوشو، ده انت حبيبتي يا شوشو، ده انت حبيبي من ايام الجيزه. انت عسل وكل اكلاتك جميله، بحبك قوي، بحب كلامك والله يا فله، انت يا فله. انت كده بتدلعيني. ربنا يربط على قلبك ويغفر له ويسكنوا فسيح الجنات، اللهم امين، ويخليكوا ليا. كفايه كده بقى عشان ما صدعكوش اكتر من كده، انا حاسه ان انا صدعتكم وطولت عليكم. حاسه بيكي جدا، بعد موت مامتي كان عندي نفس الاحساس بالظبط. احساس يا بنتي كانك تايهه، لسه مولوده جديد، بتحاولي بتعافري، انت بتحاولي تقومي حتى من على السرير، مش عايزه تصحي من النوم، مش عايزه تتعاملي مع حد، ما بتكلمش مع حد خالص. النهارده ممكن اتكلمت مع واحده لطيفه قوي، وامبارح بالليل اتكلمت مع واحده لطيفه، بس ما اتكلمش مع حد خالص خالص خالص، ما اتكلمش مع حد خالص. انا دلوقتي اخدت واديت معاكم، حاسه ان انا والله رقت، حاسه ان انا فقت، حاسه ان انا مبسوطه. هو الفنجان ده كبير ولا انا باخد بق صغير؟ انا حاسه ان بصوا لسه في كتير قوي من جوه، لسه في كتير على فكره. عندي امتحانات والله وقاعده اتفرج على اللايف. نيره انت عندك كام سنه يا نيره؟ كل سنه وانت طيبه يا صرصور يا قمر، وانت زي القمر في الاسود. والله يا نيكي اللي حلوه يا ماجده. حقيقي اقسم بالله لما شفت ضحكتك فرحت جدا، ويعلم ربنا كنت بدعيلك بظهر الغيب دايما. كل سنه وانت طيبه وبخير، ربنا يخليكوا ليا. عارفين كميه كومنتات يا ساره احنا عمرنا ما كتبنا كومنتات لحد وبنكتب لك، والله العظيم كلمتك عندي غاليه عشان طالعه من قلبك. فانا حاسه بيكم، انا مبسوطه، انتوا بسطني، انتوا حسستوني ان في حد حاسس بيا، بصرف النظر بقى عن الشغل. انتوا حسستوني احنا معاكي، احنا بنحبك، احنا مستنيينك. ما زهقتوش ولا مليتوش الفتره اللي فاتت. واحده ولا اتنين تقول لي احنا ذنبنا ايه نشوف الاسود، لكن كل الكومنتات. يعني اقول لك حاجه، اقول لك يا ستي 10 كتبوا لي على الفيديو ده عمل 2 3 مليون مشاهده، مين مش موجودين، لكن انتوا كلكم بتقولوا لي كلام حلو، حاسين بيا، مش قاسيين. انتوا مش قاسيين، فاهميني؟ في رابعه نظم يا روحي، رابعه نظم، عقبال ما اشوف جنى يا رب، عقبال ما اشوف جنى وجاسر واسر يا رب. لسه بدري قوي على حوارات الحاجات الكبيره دي، لسه بدري. يا رب عقبال ما اشوف جنى وجاسر واسر، ويا رب ينجحك يا نيره يا رب. مش عارفه اسم مامتك ولا باباك ايه، يا رب ادعوا لها يا بنات في رابعه نظم تنجح. ازيك يا ساره عامله ايه؟ انا نفسي اكسب كبه زي اللي انتي بتعمليها. بصوا بقى انا خلاص اهو، زي ما قلت لكم ادخلوا دلوقتي على بيجي فلامينجو، وادخلوا على البوست، وحطوا لايك واكتبوا كومنت، وايه يا بنات، واعملوا شير ومنشن. يعني انت هتخشي على طول تعملي لايك للبيج ولايك للبوست، منشن لكام واحده من صحابك، وشير البوست على صفحتك، بس كده ولا اكتر ولا اقل. وسيبوا بقى ان شاء الله عليا يوم الجمعه بعد الصلاه هطلع لكم اكسب لكم 10. مرضيين يا بنات؟ مرضيين؟ وادعوا لي يوم الجمعه بقى لما اطلع يبقى اخر يوم ليا في الاسود، او اقلع الاسود بقى.
ادعوا لي، ادعوا لي من قلبكم. هو انا مش عارفه، حاسه ان وشي عرقان ولا ايه؟ وشي بيلمع ولا ايه؟ مش عارفه، في حاجه غلط ولا الاضاءه ولا ايه؟ مش عارفه. يلا انتي يا قمر نفسي تيجي السويس بصراحه، انتي محترمه. جيت السويس ده فرح بنت الشيف عزه، فرحها كان حلو قوي، ناس السويس هناك جمال قوي 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 قوي. طب انا بحب السمك السويسي جدا قوي. يلا خلي بالكم من نفسكم واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين. باي باي. هو فين القفل؟ ايه ده؟ مش راضي يقفل يا بنات، شكلي